السلام عليكم خوتي وخواتاتي واحلى متتبعين. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم هاد لي كاب كيك بالكريمه. انا درتهم بجوج بالكريمه وبلا كريمه، يعني زوقتهم غير بلوز ايفيلي. بحال هكا الاعياد ميلاد او ضياف ولا شي مناسبه عائليه بسيطه. الصراحه كيجيو زويونين في الديكور وبساط، حتى المقادير ديالهم بسيطه وحتى هكا كيجيو فرديين. الصراحه كيجيو زويونين بالنسبه للوليدات، هكا كيفرحوا بيهم. ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. عندي هنا في الخلاط جوج بيضات كاملين كبارين. غندير كاس معامرش ديال سنيده، يعني يكون ناقص شي جوج معالق هكاك، يعني ما عامرش. بنفس القياس ديال الزيت حتى هو ما عامرش، يعني ناقصو شي جوج معلقات. ماشي كاس الا ربع، يكون ناقصه شي جوج معلقات هكاك. معلقه كبيره ديال الخل وكاس ما عامرش ديال الحليب. يمكن لكم تعوضوه بدانون مسوس ياغورت طبيعي. وغنخلط كل شيء. من بعد عندي هنا جوج كيسان ديال الدقيق، على حسب النوعيه ديال الدقيق. الا كان كيشرب بزاف ديروا جوج كيسان، كان ما كيشربش كديروا جوج كيسان ونص. وجوج خمارات بيكن باودر من فئه 8 غرام. بطبيعه الحال كنغربلوهم باش ما يبقاوناش داك الحبيبات يبقاو في الكيك باينين. كنغربلو الدقيق مزيان. من بعد كنفرغ عليه الخليط اللي سبق وطحنته. يعني انا اغلبيه ديال الكيك وهذا كنستعملهم في المولينيكس. صافي من بعد كنخلط كل شيء، يعني كنخلط بالفوي وكنخلطو مزيان. بالنسبه للدقيق راه هنا هز ليا انا جوج كيسان. بالحق كندير نوعيه مزيانه ديال الحلويات، يعني في هذا الخليط هز ليا جوج كيسان، يعني جاني الخليط هو هذاك. نتوما الا ما تجمع ليكمش يعني ما جاكمش الخليط عاقد، كتضيفوا واحد ربع كاس ديال الدقيق. المهم على حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا فاش تخلط ليا مزيان ضفت عليه واحد نص معلقه صغيره ديال نكهه الحامض. كتعطي واحد المذاق غزال الصراحه، الله مزيونه بزاف. انا اول مره كنجربها وعجباتني. صافي كنخلط مزيان. هانتوما كتشوفوا الخليط كيف داير، يعني ما خفيفش وما ثقيلش، هو هذاك. يعني هذا هو القوام ديال لي كاب كيك. من بعد هنا كنجيب دوك الكويغطات. انا ما عنديش المول ديال الكاب كيك، كنستعمل غير هاد العلب ديال الطون. كندير فيهم الكويغطات، بصراحه كيجيوني غزالين. صافي كندير معلقه كبيره، يعني ما تكتروش. انا اول حاجه هنا هادو انا ما بغيتهمش يجيوني طالعين، لحقاش غادي ندير لهم الكريمه. وغندير خلطه اخرى هي اللي غادي نخليها شي شويه تطلع. يعني الا كنتو بغيتوهم يجيوكم طالعين كديروا معلقه ونص في الكويغطات. بغيتوهم يجيو غير هكا عاديين، يعني حيت غتزوقوهم بالكريمه كديروا غير معلقه كبيره. صافي غنبقى هكا حتى نعمر الكويغطات كاملين اللي عندي كيف كتشوفوا. دابا غندير لهم الكونفيتور تقريبا واحد نص معلقه. كنديرها غير من الفوق لحقاش هو اصلا فاش كيطلع داك الكونفيتور كيولي كيهبط لتحت. كيعطيهم واحد المذاق زوين وكيجيو رطبين من الداخل. صافي غنكمل هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال لي كاب كيك. وكندخلوه الفران بحال كنطيبوا الكيكه عافيه مهيله. ما نحلوش عليهم حتى نحسوا بهم طابوا، راه تيعطيو الريحه فاش كيطيبوا. تقريبا 20 دقيقه في الفران العادي ديال الغاز. صافي من بعد ما كنخرجهم هانتوما كتشوفوا كيف كيجيو، نيت راهم ما طالعينش بزاف، يعني جاوا لحد في القد. أه وكيطيبوا عادي. هانتوما كتشوفوا اللوين ديالهم. داك الكونفيتور راه هو كيهبط للوسط. وصافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للخلطه الثانيه
نفس المقادير، غير هو درت انا معلقه ونص. هانتوما كتشوفوا كاين اللي زوقته بالشكلاط وكاين اللي خليته عادي. بالنسبه لهادو انا غادي ندير لهم الزوق باللوز ايفيلي. دهنتهم بالعسل ودرت لهم اللوز ايفيلي اللي كنحمرو شي شويه في المقله. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، ديال لي كاب كيك عاديين، يعني فيهم غير الشكلاط، وشي وحدين خليتهم عادي يعني ما فيهم لا شكلاط لا كونفيتير لا حتى حاجه. وبالنسبه للزير راه كيبقى اختيار، يمكن لكم ديروا هاد اللوز ايفيلي، يمكن لكم ديروا كاوكاو حتى هو كيتباع هكا ايفيلي، الكوك، الشكلاط حبيبات ملونين، يعني التزيين كيبقى اختياري. انا كيف قلت لكم هنا درت لهم العسل، دهنتهم بالعسل ودرت لهم هاد اللوز ايفيلي بعد ما كنحمروا واحد شي شويه في المقله. وهادشي اللي كاين بالنسبه للكاب كيك الاخرين اللي بقاو ليا. هانتوما كتشوفوا هنا انا راني استعملت بزاف حيت كان عندي واحد لانيفرسير، درت بالشكلاط ودرت بالعادي، المهم خلطه وحده يعني نفس المقادير. غير الا بغيتو تخليوه سامبل كتخليوه سامبل، بغيتو ديروا فيه الشكلاط ديروا الشكلاط. يعني انا عطيتكم هنا ثلاثه الاقتراحات، ها هو بالشكلاط وبعادي بالكونفيتور. راه نفس الخليط، غير زدت عليه معلقه كبيره ديال كاكاو مر، وتا هو عمرته بالكونفيتير، يعني نفس المقادير، غير هذا بالشكلاط والاخر عادي خليته بيض عادي. وصافي هادشي اللي كاين. دابا ندوزو للكريمه اللي غنعمر بها هاد لي كاب كيك. خديت ساشي ديال الكريمه، درتها مع 4 يطرو ديال الحليب وكنطلعوها مزيان، كنطلعوها بالطراب. من الاحسن يكون الحليب بارد بزاف باش دغيا كتطلع لكم الكريمه. هانتوما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. صافي كنديرها في واحد الجيب حلواني صافي، وكنبقى نديرهم هكا على لي كاب كيك ديالنا حتى كنعمرهم كاملين، يعني بطريقه سهله وبسيطه. كنبدلوا شويه من الديكور المعتاد صافي، وكندير عليهم واحد شويه ديال اللوز ايفيلي محمر. هذا بالنسبه للشكل الاول. نتوما كتشوفوا كي كيجي صراحه الله مزيون بزاف. بالنسبه للشكل الثاني نفس الطريقه، غير هنا درت ليهم الشكلاط. كنشريه من عند العشاب، كيكون بيض وكحل، كيكون بحال شكل وريقات مرولين في البيض والكحل، ماشي فيرميسيل، يعني كيكون هو بحال الوريقات وهما مرولين، وتا المذاق ديالو مختلف شي شويه. كيجي مزيون حتى هو مع الكريمه. صافي هذا هو الشكل الثاني، يعني الاختلاف غير في التزيين وصافي. يمكن لكم تذوقوا باش ما بغيتو، يعني باللي موجود عندكم. من بعد البنات بقات ليا واحد شويه ديال الكريمه. كان عندي ملون ازرق، ملون غذائي كنشريو حتى هو من عند العشاب. خديته في اللون الزرق، زدتو على ديك الكريمه وليت طربتها ودرتها حتى هي في البوش، وزوقت بها لي كاب كيك حتى هي بنفس الطريقه ديال الاولى، يعني بدلت غير اللون وزوقتها بهاد لي بول صغيورين هكا ملونين. هانتوما كتشوفوا حتى هو كيجيو في المنظر ديالهم مزيون. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك بالشكلاط باللوز ايفيلي وبهاد لي بول صغيورين ملونين مع الكريمه باللون ازرق. كنغيروا هكا في الشكل شويه باش حتى الوليدات كيعجبهم الحال من كيشوفوا الالوان والشكل مبدل، تيعجبهم الحال وتيبغيو ياكلوا. المهم كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، علاش لا. الا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من لي لايك ومن التعاليق المزيونه ديالكم، وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنسوش تفعلوا الجرس، سبسكرايب.
باش توصلوا بكل ما هو جديد. كنشكركم على المشاهدة، في فيديو لاحق إن شاء الله. مع السلامة.